الجماهير الزملكاويه، وكان الهتاف بتاعهم بيقول: عايز تعرف احلى 5 هتافات في مدرجات الكره المصريه؟ تعالى وانا اقول لك. مبدئيا كده وقبل ما نتكلم في اي اختيارات، انا هكون حيادي للاسف في اختياراتي عشان ندي الناس اللي تعبت في الكتابه حقها. في المركز الخامس وواحد من احلى هتافات الكره المصريه وهتاف الزملكاويه: يا زمالك العب. والهتاف بيقول: في المركز الرابع هتاف جماهير الاهلي: جمهوره ده حماه، وده يعتبر نشيد للنادي الاهلي. والهتاف بيقول: اما في المركز الثالث فبيجي واحد من احلى هتافات الزملكاويه وهتاف انصر يا رب، فعلا هتاف ايقوني. وكان الهتاف بيقول: اما في المركز الثاني وواحد من اكتر الهتافات اللي بحبها في الكرة المصرية كلها، وفعلا كان نفسي يبقى في المركز الاول بس للاسف هختار بحيادية، وهو هتاف لحظة انكسار، وبجد اتقشعر وانت بتسمعه. والهتاف بيقول: اما في المركز الاول وهتاف جماهير الاهلي في التالتة شمال، وبجد هتاف ايقوني جدا. والهتاف بيقول: صحيح اتعمل عليه كاونتر عالمي من الجماهير الزملكاويه، وكان الهتاف بتاعهم بيقول: بس هيظل هتاف جماهير الاهلي التالتة شمال هتاف ايقوني جدا، وواحد من احسن الهتافات في الكرة المصرية، حتى بقينا بنغنيه للمنتخب في الماتشات. دي كانت قائمتي لاحسن 5 هتافات في الكرة المصرية. سيب لنا قائمتك انت في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفولو للقناة.